حته الصلاه فعلا لو في مواعيدها دي بتنظيم نقطة مهمة هتنظم لهم اليوم. والله أنا قلت للطلبة الكلام ده امبارح، قلت لهم ظبط صلاتك هتظبط حياتك. صح. بس انت الشيطان يعني حته الصلاه دي موقعه منه. ففي طلبه بتصلي بصراحه، انا بشوف طلبه بتسيب يعني بتبقى مش بتسيب الحصه، بعد الحصه على طول بتلاقيه طالع يصلي وجايب معاه حتى المصليه وكده. فانا انصحه علاقتك بربنا مهمه جدا كل وقت، مش في الثانويه بس، انت بتبني كل حاجه دلوقتي، شخصيتك وعلاقتك بربنا وعلاقتك باهلك وصحابك. دي اهم حاجه. انت اهم حاجه حاول يبقى ليك علاقه بكتاب الله، يعني ان انت تقرا ورد معين يومي قبل الامتحان. انا حتى اختي ما شاء الله ايام الثانويه، اختي دكتوره يعني، وكانت الناس متفوقين جايبه 99%. ما شاء الله. كانت دايما عندها كده نظام معين انا كنت بشوفه، تقوم قبل ما بتذاكر تفتح المصحف تقرا صفحه او اتنين، وعارفه هتذاكر ايه ومنظمه وقتها، وسبحان الله ما شاء الله يعني النتيجه كانت مبهره ما شاء الله. يعني 99.4 في سنه زي دي. لا فانا كنت حتى بنصح الطالب بالحته خلي ليك كده ربنا يفتح عليه، اصلا دي اهم حاجه، البركه، وان هو يخليه يركز ويخليه يفهم. في سلاح هو للاسف احنا تايهين عنه، سلاح الدعاء. ادعي ربنا واطلب منه والله لا يديك، لان الانسان بيفتكر بنفسه هو اللي يقدر يعمل كل حاجه، هو ربنا هو اللي هيعينه. والله الدعاء ده فعلا سر من اسرار الناس. يعني انا نفسي بجربه. انا حتى قلت لهم مره دعيت ان الاقي ركنه، والله ده حصل. انا مش لاقي ركنه، صح، عمال رايح جاي. طب انا اخدت بالاسباب، والله دعيت يا رب ارزقني ركنه، انا عايز اركن. والله ما عدى دقيقه لقيت واحد ورا بيطلع، ومستحيل الحق، يعني لو رجعت اكيد حد هيدخل، فقلت ارجع، رجعت ودخلت خدت الركنه. فهو الدعاء.